السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي متابعين قناة كاردو تريكس فور أول لتعليم ألعاب الخفة. رجعنا لكم بفيديو جديد وحركة جديدة بتمنى تنال إعجابكم. حركة عدد كبير منكم يعني بيطلبها مني، لهيك حابب أعرضها. طبعا في عدد كبير منكم بيطلب مني خدعة إنه كيف أخلي الكارت اللي بيختاره أي شخص بجيبة الشخص الأمامي. طبعا الحركة اللي هعرضها اليوم يعني ممكن إنها تساعد بهاي الخدعة، ولكن هاي الخدعة إلها نظام خاص يعني عشان تقدر توصل الكرت من ايدك او من بين الكروت لجيبة الشخص اللي امامك عفوا. راح اشرحها مع الايام الجاي، ولكن حركة اليوم بتساعدك لهذا الاشي. اذا كنت تمرس صح بتساعدك انه تقدر تصل لجيبة الشخص اللي امامك، او بتساعدك انه تصل لجيبة اي شخص حواليك، او لجيبتك انت نفسك، انك تحط الكرت فيها من غير ما يعرف الشخص اللي امامك. كيف يعني؟ طبعا هي عبارة عن حركة وبنفس الوقت ممكن انها تكون خدعة. نطلب من شخص امامي يختار اي كرت بده اياه. فرضا نختار الايس اوف سبيد. اوكي، خلينا نخلي الايس اوف سبيد اي مكان بالكروت بدنا اياه. طبعا نخليه بالنص لحتى ما نكون عارفين احنا وين مكانه، ولا يكون عارف الشخص اللي امامنا وين مكانه. اوكي، بعدين فرضا كان بطلب من شخص امامي بحكي له اشر، يعني كيف احكي لك، هسه كانت موجود بين الكروت، شو بتتوقع رقم كرتك؟ يعني الرقم السادس ولا السابع ولا الثامن ولا التاسع ولا العاشر؟ فرضا نختار مثلا، حكى رقم 6 مثلا، بعد 1 2 3 4 5 راح يكون الكرت رقم 6 نفس الكرت اللي الشخص اختاره 100%، اللي هو الايس اوف سبيد. باخده كرت بيطلع مش الايس اوف سبيد، بس انا متأكد ان الايس اوف سبيد كان رقم 6. معلش نرجع بس نتأكد. الايس اوف سبيد وين راح؟ طبعا بس خلينا نتأكد، بس الايس اوف سبيد وينه؟ لو نمشي على الكروت كلياتها راح تلاقي كل الكروت موجودة إلا كرت واحد راح يكون اختفى من بين الكروت. انتوا شايفين كل الكروت موجودة إلا كرت واحد اختفى من بين الكروت، اللي هو الأيس اوف سبيد. ولو أجي إيدي فاضية أحط إيدي جوا جيبتي، راح أطلع كرت واحد من جوا جيبتي اللي هو الأيس اوف سبيد. إذا سرقت الكرت من غير ما تنتبهوا. خلونا نشوف مع بعض كيف سرقت الكرت بالبولم. اسمها البولم، حركة البولم، انه كيف اسرق الكرت اللي انا بدي اياه من غير ما حدا ينتبه علي. طبعا بدك تمسك الكرت اول شيء قبل ما تتعلم الحركة، وتحط الكرت جوا ايدك. اوكي، تحاول تمسك الكرت من اصبعك الصغير فقط، من هون اصبعك الصغير من الزاوية هاي والزاوية هاي تبعت اصبعك الكبير فقط، بس يعني ما تمسك الكرت بأي هيك من هدول، لا، بس من الزاوية هاي والزاوية هاي. تحاول تثبت الكرت جوا ايدك هيك. بعد ما تتمرن عليها منيح، بتخلي الكرت اول كرت، تخلي الشخص يختار اي كرت بده اياه وبتسيطر عليه، بتخليه اول كرت عندك هون. بأي اسلوب بتسيطر عليه بتخليه اول كرت عندك. فرضا نختار الشيخ، خلي الشيخ هنا أول كارت. بعدين شوف شو بنسوي، بنحط بريك. هسا بإمكانك تسويها من غير بريك، ولكن مع بريك كبداية وكأول حركة بعرضها عليكم إنه كيف تسرق أول كارت. أنا بفضل إنك تحط بريك لحتى تكون سهلة عليك. حط بريك، وطبعا حاول يكون البريك إنه مفتوح من كامل الكارت مثل ما أنت شايف. يعني حاول ما يكون البريك أنت مثبته 3 أصابع هيك من قدام وبس بريك من هون. حاول يكون بريك على الكامل هيك. نشوف شو بتسوي، بس مش كثير كبير، يعني اشي بسيط. تيجي بإصبعك الصغير وانت قاعد بتحكي مع الشخص اللي أمامك بأي موضوع انت حاب تحكيه، تيجي بإصبعك الصغير بتغطي بكروت بإيديك كلهم على كروت، وبإصبعك الصغير تخليه على الزاوية اليمنى من فوق، وبتدع الكرت وانت حاط بريك، بتدع الكرت لقدام. طبعا هيك بتدع ايدك بالضبط، وبتمسك الكروت بإيدك، صار الكرت جوا ايدك هون.
ما بتدع ايدك يعني تمسك الكرت هيك مستقيم، لا، حاول تدع ايدك لليمين شوي، يعني هيك تمسك الكرت وتدعه هيك. صار الكرت جوا ايدك. طبعا بتحكي له افتح ايدك للشخص اللي امامك، بتزت الكروت جوا ايده، بتحكي له رخبط الكروت، وترجع ايدك اللي فيها الكرت وتحطها جنبك عادي، وبتخليها مرخية ولا كأنه فيها اي اشي. وهو عم بيرخبط بالكروت، الكرت اللي انت اخذته بتاخده بتحطه بجيبة اي شخص امامك اذا انت قدرت، وهو يعني يحكي له رخبط الكروت بشكل منيح، وقاعد برخبط الكروت حاول تحط ايدك مثلا جنب الشخص اللي امامك عند جيبته، تحط الكرت جوا جيبته، او حاول تحطها جوا محفظتك انت نفسك، انه تمسك الكرت شوي شوي بغير ما ينتبه عليك، تحطه عند المحفظة انت لابسها، او باي مكان بالمحفظة، بحطه بجاكيتك، حطه باي مكان بدك اياه، يعني مكان انه يستغرب انه كيف وصل الكرت عنده. ليك مثل ما حكيت لكم تحط بريك، وبايدك بتدعي الكارت، بصير الكارت جوا ايدك، وتخلي ايدك طبعا عادية، حاول تسكر اصابعك كامل عشان ما يبينش الكارت من بين الويندو اللي عندك هون بسموها، حاول عشان ما يبينش اي اشي عندك هون. فأتمنى حركة البول تكون عجبتكم، ما تنسوا لايك وسبسكرايب وكومنت، وبنشوفكم بالفيديوهات الجاي، وما تنسوا صفحتنا صح على الفيسبوك ونشوفكم بالفيديوهات الجاي، وباي باي.